السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا، وصفه اجنحه الدجاج اللي كلنا بنعشقها يا جماعه. هنعملها بطريقه سهله جدا. هنعمل تتبيله مميزه قوي 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 هتخلي ريحتها تجيب اخر الشارع. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطوا لايك وتعملوا شير لو الوصفه عجبتكم مع كل اصحابكم وحبايبكم. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنروح لبتاع الفراخ نجيب منه اجنحه، ننقي الاجنحه تكون كبيره شويه ما تكونش صغيره عشان ما تنشفش معاكي. هنعمل فيها ايه تاني؟ الطرف بتاع الجناح هنسيبه ونرميه، وبعد كده هناخد الجناح نقسمه نصين زي ما انت شايفه كده. لو حابه ان انت تسيبي الجناح سليم زي ما هو اللي بتفضليه اعمليه، بس انا حبيت ان انا اقطعه نصين واعمل فيه ثقوب كده بالسكينه عشان هعمل له تتبيله خطيره جدا. والثقوب اللي احنا بنعملها دي التتبيله هتدخل جواها. طيب ايه هي التتبيله اللي احنا هنعملها النهارده؟ انا كنت جايبه 2 كيلو اجنحه. هقولك المقادير بتاعت ال2 كيلو. طبعا انت لو هتعملي كيلو هتقللي الكميه، لو هتزودي كميه التوابل. معايا معلقتين من البابريكا، ومعلقه من الثوم البودر، ومعلقه من البصل البودر، وملح وفلفل اسود، ومعلقه ونص كبار من الكاري. ويا ريت يكون نوع الكاري اللي انت هتستخدميه يكون كويس وطعمه حلو، ما يكونش بيمرر او غامق. هحط عليهم 2 مرق الدجاج، وكمان هحط عليهم عصير 2 ليمونه. هضيف عليهم ايه كمان؟ هحط عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص، بيخلي الطعم في حته تانية خالص يا جماعه، وبيضيع اي زفاره. بعد كده ضفت عليهم كوبايه من الميه الفتره، وهبتدي ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعضها. وانا في الاول نسيت احط جنزبيل بودره، فحطيت نص معلقه من الجنزبيل البودره. بجد يا جماعه بيخلي الطعم تحفه، مش قادره اوصف لكم بيخلي فعلا الطعم عامل ازاي. هبتدي بقى ان انا اجيب الاجنحه واحطها كلها في التتبيله دي، واسيبها بقى في التتبيله. لو انتي هتعمليها تاني يوم تقدري تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، وتاني يوم تستخدميها على طول. لو في نفس اليوم تسيبيها على الاقل ساعتين 3 في التتبيله، عشان اللحم بتاع الاجنحه يبتدي يعني يلين معانا شويه، او يبقى سهل في التسويه معانا. هسيبها بقى ساعتين 3 كده لحد ما تشرب من التتبيله كويس جدا جدا. ونشوف مع بعض هنعمل ايه في تاني خطوه للاجنحه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. هجيب بقى صينيه واحط فيها كوبايتين كبار من الدقيق، وهحط عليها 3 معالق كبار من النشا او معلقتين، وهحط عليها بقى نص معلقه من التوابل اللي احنا عملنا بيها التتبيله اللي نقعنا فيها الفراخ. نص معلقه من البابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاري وجنزبيل وذره ملح خفيفه. ما تزودوش الملح في الدقيق لان احنا حاطين في التتبيله ملح بكفايه يعني. هنقلب بقى كل دوت لحد المكونات كلها ما تتداخل مع بعضها. بعد كده بقى هنعمل حركه، والحركه ديت اهم حاجه في الوصفه يا جماعه. هنعمل ايه؟ هننشل الاجنحه من الصينيه نضيفها في صينيه تانية. ليه بقى؟ لان التتبيله اللي انتوا هتشوفوها دي احنا هنعمل بيها حركه حلوه قوي قوي. شايفين؟ حطينا الفراخ في حاجه تانية، والتتبيله دي هنزود عليها كوبايه من الميه. ليه بقى؟ لان ديت هنعمل بيها الكفر بتاع الاجنحه. هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى ان احنا ناخد الاجنحه كده مثلا 3 4 قطع، هننزلهم في الدقيق، وهنبتدي ان احنا نعملهم كده باطراف صوابعنا لحد ما الاجنحه تتغلف كلها بالدقيق. طب هنعمل ايه تاني؟ هنبتدي بقى ناخد جزء من الجناح ونحطه في الميه يا دوبك بس ثواني كده لحد ما نغطسه في الميه ديت ونطلعها، نحط في الدقيق ونبتدي هنقلب برضو بطريقه عشوائيه كده، ونديها التنفيذه التمام من الدقيق عشان نشوف بقى ايه الشكل الكريسبي اللي بيبقى جامد جدا بعد التحمير، بيبقى شكله عامل ازاي. ولو انت بقى عايزه الكفر يبقى تخين شويه او عايزاه ناشف قوي مقرمش قوي، تقدري ان انت تزودي نشا وترجعي تحطيها في الميه تاني، وبعد كده تحطيها في الدقيق. يعني تعمليها من الدقيق للميه مرتين، بس انا بعملها هي مره واحده بس. انزل في الدقيق وارجع في الميه، ومن الميه ارجع في الدقيق، وخلاص كده ما برجعهاش تاني. بصوا بعمل ازاي بصوابع ايدي، وهنفضها تنفيذه تمام هتديني بقى الشكل اللي انتوا شايفين ده. بصوا شكلي كده من بره منعكش كده مزجزج. وهنشوف بقى مع بعض ايه في التحمير بقى هيبقى شكله عامل ازاي. لو انت وصلتي لحد هنا في الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تعملي لايك، ولو عجبك الفيديو اعملي شير مع كل اصحابك وحبايبك، ولو اول مره تشوفيني كمان يا ريت تتابعيني عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش كمان تتابعوني على التيك توك وعلى اليوتيوب. شايفين بقى يا جماعه الجمال بجد في منتهى السهوله. عايزه اقولك الوصفه كلها هتخلصيها في نص ساعه. انا طبعا خلصت بقى الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هحط طاسه على النار وهحط فيها زيت
غزير كده، يعني ما يكونش الطاسه مليانه قوي. وهبتدي ان انا انزل جزء من الاجنحه بالشكل ده. هبتدي ان انا اقلبها كويس، لو في اي حاجه باينه على سطح الفراخ كده هبتدي ان انا انزل عليها زيت. واول ما الاقيها ابتدت بقى تاخد معايا لون، هبتدي ان انا اهدي عليها نار متوسطه عشان تستوي معايا براحتها. بصوا الشكل عامل ازاي، بجد يا جماعه كان طعمها حلو جدا وريحتها كانت فظيعه. بصوا الشكل عامل ازاي، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. عايزه اقول لكم ان انتوا لو اشتريتوا الكميه دي من بره هتدفعوا فيها مبلغ وقدره. طب وليه؟ ما احنا نجيب الفراخ وننضفها احنا في البيت ونعمل لها التتبيله، بسيطه وسهله جدا جدا، وهتعجب الاولاد وهياكلوا وهيشبعوا فيها، وتقدري تعملي بيه جنبها اي حاجه انت بتحبيها. بصوا الشكل ذهبي يا جماعه، الشكل بيتكلم عن نفسه. هسمعكم صوت القرمشه بس لا بقى لما نخلص الكميه كلها مع بعض. بصوا الشكل عامل ازاي. تقدري بقى تقدميها جنب رز بسمتي، تقدري تقدميها جنب بطاطس محمره زي ما تحبي. اسمعوا بقى القرمشه. بجد يا جماعه مش محتاجه كلام. اتمنى ان انتوا تجربوها. احنا عملنا الوصفه ديت حاجه بسيطه بس من الاجنحه، ما عملناش فرخه كامله او جبنا صدور او عملنا كده، لا احنا جبناها بس وصفه بسيطه وسريعه، وصفه اقتصاديه لاخر الشهر تقدري تعمليها. طبعا عملت جنبها صوص توميه وعملت جنبها صوص جبنه، كنت عامله صوص الجبنه ده معاكم قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. وعملت شويه رز بسمتي، بجد كانت الاكله حلوه جدا جدا. بصوا بقى الفراخ من جوه مستويه، ما فيهاش اي نقطه دم خالص، بجد في منتهى اللذاذه يا جماعه، لازم تجربوها. عايزه اقول لكم ان هي كانت سخنه بقطعها مش عارفه امسكها كويس، قعدت ادور بقى بعد كده ايه على حته تكون بارده شويه عشان اعرف اوريكم شكل اللحم بتاعها من جوه عامل ازاي. دي كانت بارده شويه، اوريها لكم بقى من جوه عامله ازاي. بتتفصص يا جماعه، حتى يعني القرقوشه بتاعه الجناح من جوه فكت معانا. قدميها بقى زي ما تحبي. والفيديو بتاعي النهارده كده يكون خلص معانا، واتمنى ان هو يعجبكم، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي.